الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-sufuf min tamamis salah iftarasu wa la tahtalifu sudul khalal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن تقضي ويقضي عليك وإنه اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى وأعوانهم. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى وأعوانهم. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى وأعوانهم.
اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم ومزقهم كل ممزق بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في رفح. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في رفح. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في رفح وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآية الله فإن الله سريع الحساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهي ربي ربنا يا معبد سبحان الله Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai bab celaan terhadap sifat riya. An Abi Sa'id bin Abi Fadalah al-Ansari radhiyallahu anhu wa kana minas sahabah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza jama'a Allahu an-nasa yawmal qiyamah liyawmin la raiba fihi nada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indi ghairillahi fa innallaha aghna asy-syuraka'i 'anil syirki. Dari Abu Sa'id bin Abu Fadalah al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila Allah mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, seorang malaikat penyeru akan mengumumkan, barang siapa mempersekutukan seseorang dalam melakukan amal yang dilakukannya karena Allah, hendaklah ia mencari pahalanya kepada orang yang disekutukannya tersebut. Sesungguhnya Allah adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan di dalam seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangin dari Abu Sa'id bin Abu Fadalah al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila Allah telah mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, seorang malaikat penyeru akan mengumumkan, barang siapa mempersekutukan atau mengikut sertakan seseorang dalam melakukan amal yang dilakukannya karena Allah, hendaklah ia meminta pahalanya kepada orang yang ia sekutukan tersebut. Sesungguhnya Allah adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan di dalam seluruh sekutu. Hadis riwayat Tirmizi.
An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghairallahi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa mempelajari ilmu bukan untuk mencari ridha Allah atau bertujuan dengan ilmu itu kepada selain Allah, hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa mempelajari ilmu bukan untuk mencari ridha Allah atau bertujuan dengan ilmu itu kepada selain Allah, hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'awwaz billahi min jubbil hazan. Qalu ya Rasulullah wa ma jubbul hazni? Qala wadin fi jahannam ta'awwadhu minhu jahannam kulla yawmin mi'ata marrah. Qulna ya Rasulullah wa man yadkhuluhu? Qala al-qurra'ul mura'una bi a'malihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari jubbul hazan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu jubbul hazan? Beliau menjawab, satu lembah di dalam jahannam yang jahannam sendiri pun memohon perlindungan 100 kali darinya. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang masuk ke dalam jubbul hazan? Beliau menjawab, para hafiz yang lupa atau riya dengan amalan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah hasan gharib. Hadis tentang bahayanya riya dan sum'ah. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari jubbul hazan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu jubbul hazan? Beliau menjawab, satu lembah di dalam api di dalam jahannam yang jahannam sendiri meminta perlindungan daripadanya 100 kali. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang masuk ke dalam jubbul hazan? Beliau menjawab, para hafiz yang riya atau pamer dengan amalan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna unasan min ummati sayatafaqqahuna fid dini wa yaqra'una al-Qur'ana wa yaqulu na'til umara'a fanusibu min dunyahum wa na'taziluhum bidinina wa la yakunu dhalika kama la yujtana min al-qatadi illa ash-shawq kadzalika la yujtana min qurbihim illa qala Muhammad bin Subah ka'annahu ya'ni al-khataya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya segolongan dari umatku akan mempelajari agama dan membaca Al-Quran. Kemudian mereka berkata, kita datangi para umara, pemimpin, untuk mendapatkan harta dunia mereka, dan kita bisa menjaga diri dari mereka dengan agama kita. Padahal hal itu tidak akan bisa terjadi, sebagaimana halnya tidak akan bisa diambil dari pohon berduri selain duri. Demikian pula dengan mendekati para umara atau pemimpin, tidak akan ada sesuatu yang bisa diambil kecuali. Muhammad bin Subah berkata, sepertinya beliau bermaksud dengan kecuali itu adalah kecuali dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diulangi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya segolongan orang dari umatku akan mempelajari agama dan membaca Al-Quran. Kemudian mereka berkata, kita datangi para umara atau pemimpin untuk mendapatkan harta dunia dari mereka, dan kita bisa menjaga diri dari mereka dengan agama kita. Padahal hal itu tidak akan bisa terjadi, sebagaimana halnya tidak akan bisa diambil dari pohon berduri selain duri. Demikian pula dengan mendekati para umara atau pemimpin, tidak akan ada sesuatu yang bisa diambil kecuali. Muhammad bin Subah berkata, sepertinya beliau bermaksud mengucapkan kecuali itu adalah kecuali dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keterangan padahal hal itu tidak akan bisa terjadi, maksudnya tidak mungkin mempertemukan dua hal yang bertentangan.
seperti yang disebutkan sebelumnya. Kemudian beliau membuat perumpamaan sebagaimana halnya tidak akan bisa diambil dari pohon berduri kecuali duri. Maksudnya karena pohon berduri itu hanya bisa menyebabkan luka dan rasa sakit. Demikian pula mendekati para umara atau pemimpin hanya untuk menghasilkan dosa. Hadis riwayat dari kitab Mirqatul Mafatih. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis yang membicarakan tentang bahayanya dari sifat riya atau ingin dilihat oleh orang lain, terutama riya dalam urusan ilmu agama. Semoga Allah menjauhkan dari kita dari sifat-sifat tersebut dan kita bisa mengamalkan dan menyampaikannya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا. ربنا تقبل دعاء. اللهم الحمنا مراشد أمورنا وإذنا من شرور نفوسنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شرنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك.